عاملين ايه؟ وحشتوني. ايه رأيكم بقى في التلاجة بتاعتي؟ اهو انا عمالة اغسل فيها. بصوا، فضيت الفريزر بأعجوبة وخدت مفرش رمضان حطيته هنا بعد ما غسلت الحاجات وظبطتها، وقلت هفرشها بقى المفارش دي معاكم. وطبعا عمالة انضفها بايه؟ الفوطة. فاكرين الفوط القديمة اللي عملنا لها اعادة تدوير وعملناها فوط للمطبخ؟ بصوا، مش قادرة اقول لكم بتنشف بطريقة حلوة جدا جدا. شايفين شكل التلاجة؟ بصراحة من جمالها ونظافتها انا كنت عايزة اسيبها كده، مش عايزة احط المفارش، بس في الاخر لقيت برضو الشكل النهائي للمفارش شكلها جميل جدا. اهو بصوا، هنا حطيت الاحمر بقى مع الابيض. شايفين الجمال؟ وهنا طبعا هنبدأ نفرش مع بعض كده المفارش ديت اهي. بصوا طبعا انا بلاها ميه غسلاها اهو، عشان طبعا تدي شكل حلو. انا عايزه شكل ثبت الفاكهه ده لجوه اهو. بصوا بقى هوريكم كمان، عشان هي مبلوله والتلاجة مبلوله، فانا بعمل بقى ايه حاجه. بصوا، بثبتها بقى كده اهو على المكان اهو بالفوطه. بصوا، خلت المفرش كأني لسه شارياه جديد. بصوا اهو، شايفين الجمال اهو. وهفرش برضو المفرش اللي تحت. وهنا بقى زي ما انتوا شايفين انا فرشت الاربع مفارش اهو، والخامس طبعا اللي هو بتاع رمضان اللي حطيته في الفريزر ده شكل مختلف. بصوا شكل التلاجة وبياضها ونظافتها. اكيد طبعا الحاجة النظيفة بتريح نفسيا اهو. بصوا انا بغسل فيها من بدري بس النور بيقطع، قاطع حوالي 3 ساعات عبال ما جه وخلصتها اهو. وعملت كمان الديب فريزر ونقلت كمان الحاجات اللي هنا في الديب فريزر. اتمنى تلاجتي تعجبكم، ويلا نضفوا تلاجتكم كده وغيروا من النفسية بتاعتكم. كل سنة وانتم طيبين. باي باي، سلام عليكم.